شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. رصاص الأمن يلعلع بسماء طنجة خلال تدخل لاعتقال مطلوب. أبد مقاومة عنيفة. طنجة 24 نشر في طنجة 24 يوم 23 من ديسمبر 2022. اضطرت عناصر الأمن بطنجة الجمعة إلى استعمال السلاح الناري في تدخل نفذته توقيف أحد المطلوبين. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ضابط شرطة من عناصر فرقة تابعة لولاية أمن بني مكادة اضطر لاستخدام سلاحه ويطلق 4 رصاصات من سلاحه الوظيفي في التدخل الرامي لتوقيف أحد المشتبه فيهم في قضايا أجرامية. ووفقا لنفس المصدر، فإن الاستعمال الاضطراري السلاح الناري جاء بعد المقاومة العنيفة التي ابداها المعني بالأمر الملقب بجمولة للعناصر الأمن التي حضرت لاعتقاله بحومة صدام. قد أطلق العنصر الأمني رصاصتان أصابتا المشتبه فيه الذي كان في حالة هيجان على مستوى الفخذ بعد أن لم يمتثل لتحذير بإطلاق رصاصتين أخريتين في الهواء. تجدر الإشارة إلى أن جمولة هو من ذوي السوابق الإجرامية وحديث الخروج من السجن، حيث كانت عملية توقيفه في السنة الماضية قد شهدت اضطرار العناصر الأمنية لإطلاق النار ويخضع استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن لضوابط صارمة، في وقت تتجه الأجهزة الأمنية إلى اعتماد سلاح بديل في تدخلاتها لتوقيف المطلوبين. انظر هنا لقراءة الخبر من مصدره. مواضيع ذات صلة. استعمال الرصاص لتوقيف شخص. روع ساكنة حومة صدام بطنجة. جغرافية. رصاص الأمن الوطني 25 استعمالا للسلاح 52 رصاصة على الأقل، واقتلان في أقل من سنة. شخص هائج يحدث الفوضى ويعتدي على قريبه بسكين بمكناس. استعمال السلاح الوظيفي في 11 مدينة خلال السنة الماضية. الشرطة تطلق 60 رصاصة، منها 46 تحذيرية و3 أفضت إلى الموت، و11 أسفرت عن إصابات مختلفة. إطلاق الرصاص لتوقيف مخمورين مسلحين بمكناس وجرف الملحة.